تصريحاتكم، نقدكم وتفاعلاتكم، ونذكر لي كل يوم تنجموا تتفاعلوا اذا كان تسجلوا على 73 24 3029. نبداو لقاءنا مع ضيفنا المفكر والكاتب والناشط السياسي الصافي سعيد. اهلا وسهلا، مرحبا. مرحبا بك سيدي. شكرا على قبول الدعوه، بارك الله فيك. الله يسلمك. وانا بالمناسبه جبت لك نسخه من كتابي الجديد. اي جمهوريه الخطر الداهم. جمهوريه الخطر الداهم، الديموفوبيا. الديموفوبيا الصافي سعيد. جديد هذا مازال جديد عنده شهر ونص ولا حاجه كيك. باهي، بارك الله فيك سيدي على الهديه. ايوه. جمهوريه الخطر الداهم تحكي على شكون؟ نحكي على وضعنا، على جمهوريتنا. هذه الجمهوريه تونس. نحكي على الواقع اليوم. معناتها هذا تحليل والا معطيات والا ملخص والا قراءة في وضع البلاد منذ وقتاش إلى وقتاش؟ خلينا نزيد نفهم شوية على جمهورية الخطر الداهم، الكتاب الجديد. هذا الكتاب هو تحليل لوضعية تونس بطبيعة الحال، وتحليل لوضعية الرئيس قيس سعيد. يعني هو كظاهرة من هو؟ هل هو من الديكتاتوريين الجدد؟ هل هو من الشعبويين الجدد كما يقال؟ هل هم من التسلطيين؟ فما إجابة على الأسئلة هذه في الكتاب؟ في إجابة. أنا أعتقد هو الواحد حتى لو يكتب بعد يزيد يقرأ ويزيد يشوف ويزيد يمحص وكذا تطلع له برشا أفكار. واحد أنا رجعت نقرأ لأني بصدد كتابة كتاب عن المغرب العربي. فرجعت نقرأ في تاريخ تونس، تكوين الدولة التونسية. الدولة التونسية تبدأ من الدولة الحفصية من 1200. شوف 1200 انتهت في 1600. أي بمعنى قديش؟ عندك 400 سنة. هي 370 375 400 سنة. جو بعدهم المراديين، جاء بعدهم ديكتاتور صغير كانوا يسموه عثمان داي، وهو عسكري. جابوا معاه سنان باشا التركي. وداي هو لقب عسكري، هو أمير، فيك تقول أمير لواء، هو مسؤول على 100 جندي، على حامية. به. وهذا عثمان داي. بعده جو مرحلة هذه انتقالية، بعده جو المراديين. بعد المراديين إبراهيم باشا كذا جو الحسينيين. احنا من 1200 حتى إلى هذا اليوم عندنا حوالي 800 عام، 840 50 عام. هي الدولة التونسية، هي هذه الدولة التونسية اللي هي ولدت عن دولة الموحدين. اللي كانت دولة الموحدين كانت من طرابلس إلى الصحراء الكبرى، إلى موريتانيا. أنا وجدت شبه كبير حتى في الزمن ما بين عثمان داي وما بين السيد قيس سعيد. شبه بين هؤلاء. عثمان داي جاء يريد أن يصلح فعلا. كانت هذه نواياه. هو قام بانقلاب لأنه هو كان رئيس حامية عسكرية، جمع جماعته وعملوا انقلاب على ما يسمى بمجموعة المدنيين. البيات بيات الأوائل مازالوا مش البيات الحسينيين. وفي زمنه جاء طاعون اسمه طاعون بوريش أو طاعون عثمان باي. فهمت؟ وفي زمنه كل ما نراه اليوم يعني أخذ كل السلطات بيديه. عمل علاقات مع من يريد ومع من لا يريد. أدخل الناس لكذا. اعتمد على الجزائر، اعتمد كثير على الجزائر وقتها. و كتب ذلك الدستور الذي يعرف بالزمام الأحمر. والزمام علاش سموه زمام؟ لأنه كتبه على جلد أحمر، جلد معز أحمر. وهو في عبارة عن 6 7 أبواب لتأصيل السلطة. والسلطة عند من ولمن. وضع قيود للشروط وعرف هذا الدستور. وتكلم عليه هو قيس سعيد.
وما يبدو لي من خلال قراءتي أنه هو معجب به كثير. فهمت؟ لأنه ولادة الدولة الحفصية عندما انتهت عاودت أحيت مع عثمان داي، ثم مع المراديين، ثم مع إبراهيم باشا، ثم جاء الحسينيون واستمروا 250 عام، ثم جاء الاستقلال ومستمر منذ 70 عام. هذول كلهم 800 عام. تونس في 800 عام، في 8 قرون تسمى دولة مستمرة، وإن كان تغيرت فيها الأنظمة من امبراطورية موحدين إلى ملكية، إلى إيالة، إلى ولاية، إلى حتى إلى ملكية، لأنه البيات تحكموا بالملكية طبعا، وعنده كان عنده دستور وكذا، إلى الجمهورية. 8 قرون ثم تواصل تكونت فيها الشخصية التونسية وتونس الجغرافيا اليوم. وجغرافيا اليوم هي تقريبا هي متاع اليوم، اللي هي منذ حوالي على الأقل 6 قرون. الشخصية التونسية تكونت هنا. أنا لم أرى مرحلة في هذه 6 قرون 8 قرون ما شفتش تونس مزدهرة اقتصاديا. ازدهرت فترة واحدة عندما جاء الأندلس في القرن ال17، بداية من 1610 بدوا يجوا الأندلسيين، أخذوا أراضي جيدة واختاروها، وعملوا الفلاحة، جابوا صناعة شاشية، صناعة الألوان، الصباغة، اللي كذا إلى غير ذلك، جابوا صناعة الجلد، عملوا زراعة مثل الحمضيات، مثل كذا، حمضيات خصوصا الرمان، البرتقال، حتى العنب، حتى كذا. وكانوا ناشطين وحرفيين، وقتها كان فما ازدهار اقتصادي نسبي. وقع نوع ما ازدهار اقتصادي، لأنهم هم عطوهم كما نقولوا امتيازات كثير. جايين احتضنوهم، وجايين أصحاب صناعات، وما همش فقراء، جايين بأملاكهم بأموالهم. أي هجرات كبيرة، وهجرات بتاع آلاف. ثم اللي بقوا في فاس، ثم اللي انتقلوا للتلمسان، ثم اللي جو لتونس العاصمة. وتونس العاصمة هذه ضواحيها من سلمان لقرنباليا لكذا لا تستور من هنا، كلها كانت تقريبا هي أراضي. إلى راس جبل، إلى كذا كلها كانت أراضي منحت لهم. ولكنهم كانوا شغالين، اشتغلوا وطوروا وكذا. هذه الحقبة الوحيدة. وكان في انتقال على صعيد العالم، يعني أنه انتقال ايش معناتها؟ أنه إسبانيا خرجت من شمال أفريقيا واتجهت نحو أمريكا اللاتينية، والأتراك تدعمت سلطاتهم في البحر الأبيض المتوسط، وبسطوا نفوذهم على تونس وعلى غير تونس وعلى المحيط، وأخذت تونس وقتها فرصة إلى حد ما في التجارة وفي علاقتها بالبحر، وفي مع استغلت موقعها الاستراتيجي. ايوه، استغلت موقعها الاستراتيجي، وبدات تتطلع الى ان تكون يعني دوله اخرى جديده ومستقله. لكن الوضعيه الاقتصاديه هذه كلها دامت حوالي 20-30 عام. الوضعيه الاقتصاديه في عدا الحقبه هذه انا لم ارى ازدهارا اقتصادي في تاريخ تونس. علاش؟ تونس دائما معلقه بين السماء والأرض. علاش؟ لا هي غرقانة، لا هي تسبح براحتها. علاش؟ عندك تفسير لهذا في هالمدة الزمنية الطويلة الكل معناتها مع التوانسة مناورين، يعني ما نحبش نقول صغار، لكن مناورين ضمن المناورات الصغيرة، ضمن الألعاب الصغيرة، عمرهم ما تطلعوا إلى مناورات كبرى. عمرهم ما دخلوا في مغامرات كبرى. عمرهم ما فكروا في ما يفكر فيه العالم اليوم. يعني دائما حتى عندما خذينا الشاشية بقى اقتصاد الشاشية في تونس 4 قرون مسيطر على الاقتصاد في تونس إلى سنوات. ما نطمحوش إلى أنه نكتشفوا الجديد، نطوروا ندخلوا في مغامرة كبيرة يطلعنا للسماء تهبطنا. خلينا ندرجوا لاباس. اليوم هذا الوضع اليوم مش فقط قيس سعيد يشبه عثمان داي، يعني الوضعية الحكومة كلها والزمن السياسي كله هو يشبه تونس في خلال القرون كلها. طيب كنت أنا اليوم جاي نسمع في الراديو أنه الاحتياطي النقدي في البنك المركزي التونسي نزل لل 95 يوم. صحيح.
هذا شيء مخيف. راهي 95 يوم يمكن الناس مش واعيين به. 3 شهور. 3 شهور. انت تعرف انه الدوله كي تنزل ل3 اشهر ما عادش عندها ولا مصداقيه. هي يستنوها حتى توصل ل 65 يوم 67 يوم. ما عادش جايه ولا باخره. ما عادش عندك ما تغطي. لا هو حتى في ال3 شهور هذوما راهو الباخره ما تخرج الا ما تكون ضامنه فلوس. بصعوبه نعرف. مش باخره تخرج هكاك على وانت يقبلوا له ما يقبلوش. الا اذا شاري انت سبوت من البحر الابيض المتوسط تقترب لك الباخره للشواطئ تدفع فلوس تتفرغ ما تدفعش تنسحب. انما تشتري بضاعه من مراكزها ومن مصادرها انا ما تماش الا البنوك ضامنه وكل شيء وفي تغطيه مؤكده وبيان كونسوليدي يعني. طيب صافي باهيه الدخله على اساس انك بديت تعطينا في التوصيف. لو كان تسمح لي باش نطلع فاصل صغير اشاري مكملين نفهموا الوضع. وايضا هل من حلول اليوم كثرت المبادرات في ظل غياب ولم نسمع للصافي سعيد مبادرة للخروج من المأزق غير المبادرات السابقة؟ أول ما بدأت المسار متاع 25 جويلية وقت اللي مشيت للخسارة أكثر من مرة وحاولت تقابل الرئيس وهزيت حتى رسالة مع مجموعة من النواب إلى آخره. اليوم هل من مبادرة جديدة؟ هل من مخرج للوضع هذا بعد التحليل والتشخيص وتشخيصك تاريخي مزيان؟ تقول لي اليوم عثمان دي والحقبة هذه اللي يلزم يفهموها التوانسة. الصافي سعيد ضيفنا حتى للساعتين. مرحبا بالجميع. شكرا لمتابعينا مستمعين على جوهرة اف ام وايضا مشاهدين على جوهرة تي في. قاعدين نتعداو معكم ان شاء الله حتى للساعتين في استضافه للمحلل والكاتب والناشط السياسي السيد صافي سعيد. لطيفه برجب على الفيسبوك تقول السيد صافي سعيد حللت اهلا ونزلت سهلا، علاش ما عادش نشوفوك برشا في الاذاعات والتلفز؟ هل اصبت باحباط او اتعبتك السياسه؟ وفي كل الحالات مرحبا بك مره اخرى في بوليتيكا. مرحبا بك بها. جاوب. الله يسلمك. والله نجاوبها. اولا انا ما غبتش، ما عادش في اولا بلاتوات. في بلاتو واحد في تونس تعرفوا لا شكون وشكون مستولين عليه وكذا. لا ما فهمتش. وما عادش نحب نمشي. تحكي على التلفز. اي نحكي على التلفز. ما تحبش تمشي له البلاتو هذاك؟ لا انا يستدعوني انت. انت يا سيدي الجيس هو من حقك تختار. تعرفني انا مانيش الناس اللي اولا حتى في حضوري نبدا حتى نعمل روحي نتشرط وكذا وما عادش نحب نمشي من مكان وتكرار ما يعني اي شيء وتفسر. انت مفكر، انت عندك افكارك، عندك كتاباتك، عندك انت يضعوك في ماكينه نتاع التكرار. تكرر نفسك، ما ينطلقوش معك الجديد، ما يستفزوكش لكي تنطلق الى الجديد اللي تطرح افكار، ثم لا احد يستمع، لا احد يناقش الجديد. صافي سعيد يعني يستمعوا الناس. انا طيب يستمعوا. لا مرات نعمل محاضرات نحكي كذا تبدا وتبقى. لا انا نتبع في اللايف توا معك قاعد طالع ما شاء الله الناس تتبع فيك صافي سعيد. يعني انت تو نقول لك حاجه. تو الكتاب هذا هو كتاب حدث، بمعنى انه كتاب صادر بالذات على حقبه قيس سعيد ولا قيس سعيد. شفتش انت اذاعه ولا كذا ناقشته؟ ما يناقشوش المسائل الصحيحه، ويمشوا دائما للساحل. دونك هذا يخليك تختار اليوم وين تمشي صافي سعيد. نختار وين نمشي. التلفزيونات ما عادش فيها اي شيء. انت شو وين هي التلفزيونات اللي فيها سياسه؟ توجهات سياسيه. وين اعطيني تلفزيون فيه سياسه؟ تماش يعني راهي ما توكلش الخبز. راهي الماكينه كلها توقفت. مش ما توكلش الخبز. ما عادش فيه سياسيين يجوا يحكوا في التلفزيونات. في بلاتو واحد يجيبوا له عنده جماعه يدوروا عليهم. وفي 4 ولا 5 محللين تبارك الله عليهم. اما فما اذاعات كمان. ثم اذاعات نحضر. ويستدعوك تحضر، ما عندكش مشاكل. نحضر. خلينا نرجعوا عندي 4 5 اذاعات نمشي لهم. طيب صافي سعيد مرحبا بك، شكرا لك على قبول الدعوه. نرجعوا على التشخيص. دونك لخصت لنا المرحله في انه قلت قراءتك رجعتك الى مرحله عثمان دي اللي كنت تحكي عليها، الرجل الذي اتى بانقلاب وسخر الدولة من أجل أنه وكتب هذا دفتر الميزان يسموه الزمام الأحمر. عرف عند الشعب بالزمام الأحمر كنوع من السخرية. فهمت؟ وجاء طاعون وقتها وانتهى عليه ايضا، حتى هو انقلبوا عليه في النهايه. انتهى بانقلاب. انقلب عليه رئيس البحريه نتاعو
واستمر الى ان توفي. ترك اولاده بس ما نجحوش افتكوا لهم الحكم. واضح. اليوم ترى في نفس الوضعيه وزمامه. صافي سعيد، هل معناتها ترى في نفسك من كان يعلم ويعرف جيدا قيس سعيد قبل توليه الرئاسة، أم أنت من أيضا تفاجأ بقيس سعيد ما قبل الرئاسة ومن بعد الرئاسة شخص آخر؟ شوف بصراحة الميكرو صافي. أنا قيس سعيد عرفته قبل شوف قبل الانتخابات أو في خلال السنوات ال10 سنوات اللي فاتت تقابلنا كم مرة في قهوة، مرة مع زميل، مرة في إذاعة، مرة مشينا للحامة مع بعضنا، مرة تقابلنا في توزر مع بعضنا، مرة كذا مقابلات. دائما ما فيش فرصة للحديث ولتوضيح بعض الأشياء وللنقاش. وقيس سعيد في المجالس ما يدخلش معك في نقاشات عميقة وفي أفكار ولا كذا. ويبدو لي أنه عنده موضوع واحد يمكن يحكي فيه، اللي هو موضوع القانون والدستور والكذا والمسائل هذه، القانون الدستوري والفصول الدستورية والمسائل هذه. وكان يبتعد على أي شيء. ومش معايا أنا فقط ولا مع كل السياسيين. واحنا عرفناه كرجل هكا قانوني يتكلم بمنطق وكان يحظى باحترام لا شك في ذلك. ما كانش عدواني تجاه النخب، لكن ما كانش متعاون، كان انفرادي بعيد، الانفرادية المحدودية في العلاقات. جت الانتخابات الرئاسية حبينا نعملوا يعني أنا والمرزوقي ومجموعة من الناس، يمكن حكيتك عليها مرة، حبينا نجيبوه ونعملوا ونعملوا القرعة شكون اللي يرشحوا. هو كان يقعد وما يجيش، و4 5 مرات وعد. معناتها على اساس في عود تترشحوا 4 ولا 5 ناس تدعموا بعضكم تخرجوا واحد بالقرعة. اي ونخرجوا واحد يترشح قبل وما جاكمش للموعد؟ مش ما جاش تماما. وعد المرزوقي مرتين، وانا مرة كلمته، كلموا واحد اخر، كلموا واحد ثاني، كلموا العيادي، كلموا برشا ناس. ما كانش يجي، فهمنا انه ما يحبش، والفكرة كلها طارت في السماء. اليوم قيس سعيد تقول لي انا وقت اللي نجح طبعا عملت فيديو وحييناه، فيديو شهير جدا. اي حييناه ودفعنا به للامام، وقلنا له حذاري من الاعلام، وحذاري من كذا، حذاري من رجال الاعمال، عينك على البنك المركزي، عينك على كذا، عينك. ما يردش، ما ردش. ودعمنا بدا انا شخصيا دعمته بكذا. وطبعا انا التقيته هو انا كان عندي نسبه كبيره في الانتخابات الرئاسيه. دفعت بكل الناس اللي صوتوا لي، طلبت منهم ورجوتهم انه يدعموا قيس سعيد، ويبدو لي دعموا. يا اخي بل هو كيفاش النجم اليوم يصرح بكل جرأة صافي سعيد لماذا اختار قيس سعيد على حساب نبيل القروي؟ شوف أنا ما نسيتش نبيل القروي، أنا راني واضح وديمقراطي في أعماقي. أنا ديمقراطي. طيب. انتهيت بك سياسة العنف وسياسة الإيديولوجيا وكذا، انتهيت منها. أنا نعرف القرن ال21 وين منطلق، ونعرف ما معنى الديمقراطية في التاريخ، وماذا حفرت وماذا فعلت وماذا صنعت. إذن صرت مؤمن بها إيمان. فهمت؟ لك تقول لي أنت قيس سعيد مش نبيل. نبيل في ذلك الوقت، نبيل في ذلك الوقت صديقي. وعملت عليه فيديوين في خلال الحملة. وقلت لهم مش معقول أنه الراجل في السجن ودفعت عليه برشا. وإحنا كزملاء مرشحين لازم نتكاتفوا معاه، ويمكن حتى نبطلوا هذه الجولة الأولى حتى يخرج من السجن. كله قلته بالفيديوهات. لكن أنا لا أحكم في دفة اللعبة ومش دافع هذه السفينة السابحة لوحدها. ما كنتش نحكم. قلت رأيي. خرج نبيل من السجن، أنا كان رأيي قلت له ما تمشيش الانتخابات. ها قدام رأيي زوجته موجودة، سي صاحبنا عبد الكافي كان موجود، كنا في بيت نبيل، خوه موجود،
قلنا له ما تمشيش الانتخابات. علاش؟ لانه انت خرجت امبارح من السجن، غدوه ماشي للتلفزيون ما تجيش. هو اصر انه يمشي. ومشى لبنزرت عمل حفله، مشى ترى وين اخر للكيف ولا كذا، وبعدين رجع في الليل وعمل لبس كرافته ومشى للتلفزيون. ايه مشى للتلفزيون. احنا قلنا له ما تمشيش، احنا حبينا انه يعني حبينا نكونوا ديمقراطيين، يعني شو واحد ماشي لوحده ولا واحد ماشي مع نص واحد ولا كذا. ما فيش تكافؤ. الفرصه ضاعت على احد المرشحين. طيب هو مشى تحمل مسؤوليته ومشى، ما نجحش. مش معناتها انا ندمان انه ما نجحش، لا، ولكن انت ما كنتش معاه. انا ما كنتش معاه. علاش؟ ولو كنت معاه راني ترشحت مع حزب وانا ترشحت مستقل. ما كنتش معاه. لا، ولكن كنت معاه كان عندك الخيار باش تكون مع زوز من المرشحين اللي وصلوا للمرحله من باب الديمقراطيه لازم نكون مع كل مرشحين. انا هذايا خصمي او منافسي السياسي مش معناتها نعزله. انا نجاحي ما يستوي الا بحضور الجميع. ولا شو معناتها؟ هذا فهمته. لكن انا سؤالي هو علاش اخترت قيس قدام نبيل؟ قيس اخترته قدام الدور الثاني. ودعيت انصارك للتصويت على قيس ما كانش عنده حزب. فهمت؟ وقلت ربما انه ما عندوش حزب، ماهوش باش تعاد التجربه نتاع الباشي قيس السبسي. رايت في نبيل انه بنى حزب في 24 ساعه. وخفت من تجربه نبيل. وخفنا من التجربه انه تعاد، وهي كانت ستعاد لكن بطريقه اخرى. كانت ستعاد. دونك نبيل القروي. وهذاك هو نبيل القروي، لان هي تجربه الباشي قيس السبسي هي من صناعه نبيل القروي. صحيح. ولذلك هو نبيل القروي كان باش يعيد تجربه الباشي، توافق مع النهضه بشكل او باخر، وسيطر على الحكومه، وهو رئيس وعنده حزب قوي وكذا، وتمشي الامور. خوف لك التجربه ذيك التجربه ميته، ماهيش خلاقه، تجربه مخصيه، ما عطتش اي نتائج، ما عطتش شيء. اليوم قلنا قيس سعيد عنده اكل مصداقيه رجل قانون، مصداقية الرجل الجامعي اللي كذا، اللي ما عندوش طموحات أخرى ونشاطات أخرى وميولات سياسية وجلوس على الكرسي ورجليه على الأرض، وماهوش متحزب منه ومش متشيع منه. وخاصة أنه هو تبين لينا الوقت هذاك لا هو قومي، لا هو شيوعي، لا هو إخواني، لا هو أي شيء. وظهر أنه يعني هو قيس سعيد، قيس سعيد فقط. هذا هو هذا كله فات، وربما لو تعاد كل الظروف وتعاد الملابسات كلها سيكون نفس الموقف ايضا. دونك ما ندمتش؟ مش ندمان. علاش؟ هذيك هي يعني هنا رغم انك اليوم معارض. مش واحد الندمان راهو الذي يتحكم في لوحه القياده كلها. طيب. انا لوحه القياده ما نتحكمش فيها كلها. طبعا ولذلك ما نندمش. ولكن رغم هذا انت اليوم معارض الى الرئيس قيس سعيد. ومعارض من اول نهار، ومن قبل ما يعمل انقلابه. من قبل ما يعمل من قبل مواقفي في البرلمان. يا اخي تدخل كثير. انت تحب رئيس ولا تحب كل شيء؟ انت رئيس الحكومه تعينه الاول والثاني، ومحكمه الدستوريه ما تقومش بها، وتمد في يديك على الشرطه، وكل يوم تطلع لنا في الليل مع الداخليه، وكل كانت في كان عندي هواجس وعندي تخوفات، وتخوفاتي كانت في مكانها. اخافك منذ البدايه. طبعا لانه شفناه انه ما الذي رايت في يبحث عن قوه صلبه يضعها تحت ايديه، ويحب يسيطر كل مره، يمد يده على منطقه. وفعلا وهذا اللي صار. شنو تو محكمه الدستوريه ما عملناهاش عام نول، نبطلوا نعملوها. يعني اذا ولدك ما طهرتوش عام نول تبطل طهروا. شنو المشكله هذه؟ يجي يخلق لك مشكله ويكتب لك رسائل، وندخلوا في الفلكلور وندخلوا في السخريه. هو ياخذ وقته بس عارف روحه شو يعمل، وعنده شكون يعمل معاه، وعنده شكون ينسق معاه. انا هذا كله كنت حاسه. وهذا هو الرجل السياسي. الرجل السياسي هو الذي يحس من بعيد. ورغم هذا لم تفقد الامل. نصحت ناس. لم تفقد الامل وذهبت برساله الى القصر بعد 25 جويلية. طبيعه الحال لم افقد الامل، لانه كما قلت لك انا مؤمن بالديمقراطيه. كنا ممكن نتجاوز كل هالعقبات، نعملوا انتخابات مبكره. كنا ندعو لها من قبل انتخابات مبكره. انا كنت نائب وكنت ندعو انتخابات مبكرة رئاسية وبرلمانية. أولا برلمانية. الرئاسية ستأتي. كنت تدعو إلى كنا ندعو إلى انتخابات مبكرة. هذا كله كان صاير، وكنا عارفين أنه باش، ولكن هو ما كانش يسمع. جت هذه المناسبة
قلنا بك 25 جويلية احنا في بداياتها، مازال هو يفكر ستتضح له الصورة. خذا شهر خذا شهرين، لعل وعسى لعل وعسى، مازال مؤمن بما تبقى من هذه الديمقراطية. مشينا له قلنا له تحب تحل الدستور؟ هاو عندنا 70 نائب مستعدين يحلوا معك الدستور، حل الدستور وتعدل الانتخابات. هذه هي كانت الرسالة، وكنا باش نناقشوه وباش نلتزموا له ويلتزم لنا هو. ورفض ذلك. رفض استقبالنا. هو مش رفض استقبالي انا ولا استقبال فلان، هو رفض الجميع. هو حتى الذين يدعون الوصال به يكذبون. شوف جميعهم اللي قالوا يدعون بليلى الوصال. فهمت؟ وصاله مع ليلى شبيه المحال. باهي البيت الشعري هذا. طيب اليوم كيفاش تقرأ الوضعية؟ وضعية تونس. والله اسمع، كما قلت لك انا كي شفت تاريخ تونس ما عادش نخاف. ما عادش تخاف. اي التوانسه هاكا يعوموا شويه، يغرقوا شويه، يطلعوا شويه، يبقبقوا شويه. احنا قاعدين نبقوا يشكوا كثير التوانسه من قبل. لانه مجتمعات حرفيه وقرى متلاصقه. تونس ما فيهاش مدينه بمعنى المدن الى الان. الى الان تونس العاصمه ليست عاصمه وليست مدينه. عليه؟ توا احنا نشوفوا العواصم ولا ما نشوفوش؟ نشوفوا طبعا. باهي انت شو عندك من المدن الحديثه؟ تحكي على العواصم الحديثه. اليوم المدن الحديثه هي احنا عاصمه عربيه. لا مش كعاصمه عربيه. سامحني في هذه كمان. حتى عاصمه عربيه. لا يمكن نشبه طرابلس. اي طرابلس. ممكن يمكن نشبه حلب. يعني هكا منتشره حتى هي وممتده الى ما لا نهايه، الى تركيا ممتده. فهمت؟ اما ما نشبهش دبي، ما نشبهش ابو ظبي، ما نشبهش الرياض، ما نشبهش جده، ما نشبهش كازابلانكا، ما نشبهش حتى ما نشبهش قطر، ما نشبهش البغداد الجديده اللي قاعده تبنى، ما نشبهش القاهره لا القديمه ولا الجديده. نشبهش. احنا مجموعه قرى. هي تونس بنيت على جبيلات، على ربوات ومعروفه. اوكي انت تطلع شوشه رادس، شوشه النصر، شوشه الكذا، لان هي تونس في القرن الثامن عشر والتاسع عشر ما كانوش يعرفوها هل هي أرض ولا جزيرة، لأنه البحر داخلها من كل جهات. صحيح. فهمت؟ توا هي تردم البحر فيها برشا على مراحل وعلى تاريخ وعلى عقود. الفرنساويين عملوا والنظام الجديد نتاعنا عمل له كل شيء. لكن هي كانت عبارة عن صبغة ممتدة من صبغة السجومي حتى جبل الأزرق. حتى جبل الأزرق. الصبغ حتى قمر. واضح اليوم. شوف لا قل. احنا اليوم الهدر هذا في الطاقة في العاصمة. لحظة شوي. اليوم راهو الاقتصاد الحديث يقوم على الخدمات وعلى المدينة الحديثة. فهمت؟ وهذا ما يسمى بالمدن الحديثة أو الذكية. اليوم كي تبني مدينة حديثة بالذكاء بمواصفات اليوم راك انت تزيد 30% من قدراتك الانتاجيه، من الدخل القومي. فهمت؟ احنا تونس كتمشي انت من المرس حتى المحمديه 60 كيلو، انت ماشي مرات على الدبوزه بتاع غاز. شو هالطاقه، شو هالهدر، شو هالمسافات، شو هالطول. بعدين انت عندك في منطقه المرسى تسير بسرعه، تدخل قلب تونس تسير بسرعه، تدخل للرياف تسير بسرعه. السرعه كلها تتغير، المجتمع يتغير، اللغه تتغير، المخاطبه بين الانسان والانسان تتغير، المعاملات التجاريه تفهمني ونفهمك تتغير. فهمت؟ والعلاقات البشريه بين الرجل والمراه تتغير. فهمت؟ اذا نحن ما عندناش مدينه فيها ثقافة موحدة، فيها مفاهيم موحدة، فيها لغة موحدة، فيها تجارة موحدة، فيها سعر موحد. انت اليوم القهوة، سعر القهوة اللي تشربها مش كما في البحيرة، كما في الزهرون، تمتد من 250 مليم إلى 12 دينار. صحيح. في باريس حبيبي، باريس أو لندن القهوة قهوة ما تفوتش يورو ونص
من الشانزليزيه الى اخر نقطه في باريس. واضح. تسمح لي نطلع فاصل هذه هي صغير. ما معنى المدينه. طيب نطلع فاصل صغير وبعد وحده راجعين. المواطن، وحده الجريده، وحده المعلومه. هاي. المركز، شو المركز التجاري في تونس؟ اليوم احنا قبره هاي باردو تونس العاصمه، هاي. والمرسى تونس العاصمه، والمحمديه تونس العاصمه، والمنيه لتونس العاصمه، وحمام الشط والمنيه لتونس العاصمه. نطلعوا فاصل وراجعين مكملين. الصافي سعيد معنا حتى للساعتين. نرجع معكم في بوليتيكا. مرحبا بالجميع، شكرا على الوفاء، شكرا على المتابعة. بعد لحظات ناخذ موقف الصافي سعيد الكاتب والمفكر والناشط السياسي حول مجموعة من مبادرات عدد من الناشطين السياسيين كما لطفي المرايحي، كما عياشي زمال، كما مبروك كرشيد، كما غيرهم من الناس اللي مقترحين عدد من المبادرات السياسية للخروج من المأزق الحالي. ولكن قبل كان تسمح صافي سعيد نسمعك بالسياسة. أحمد الحباسي اسمع معي. بالسياسة بدينا 2011 بحلمة، ووصلنا ل 2019 بغبينا حاشا السامعين. وكان السؤال اللي يتعاود ويتكرر، وقتها آخر مرة فرحنا في هالبلاد؟ ومتى كانت؟ وقتها باش تفرج؟ هذه المرة لا نعلم متى ستكون، لكننا أعتقد أنها أيضا قريبة. من وقت الثورة وسي صافي شاهد. يا ولدي أنا ما فيش ثورة في العالم، أنا ما كنتش فيه. والشعب يمني في النفس بتدعيم مكاسب البلاد الاقتصادية ويحسن أوضاعه الاجتماعية ويكتسب حقوق وحريات هو جدير بها. من لول اختار اللي يخاف ربي واللي ديما يصلي بحضور المصور. لفيت أنا وياه نهار كامل في دارو، كان يوم جمعة وما شفتوش، يعذرني شفتوش حتى صلى. وشي ما تبدل، اختار بعدها البجبوج يرحموا يذكروا بالخير والدولة المدنية. وشي الشعب كله يشعر بالخذلان. أما كانت مناسبة على الأقل باش يقتنع أنه قاعد عايش في ديمقراطية مريضة. وقال نرجعوا للجادة عاد 2019 مش 2011. نختار برلمان جديد، برلمان ثوري حاشا السامعين. يا أخي خرج له برلمان مشتت. كيفاش يلموا بعضهم الله أعلم، كيفاش يجيبوا 15 نائب 16 نائب، كلهم ب 15، كلهم هم بأوزان واحدة مثل خرفان العيد. هذا في التشريعية. في الرئاسية كان مخير بين المترشحين، ما اختارش العريف وأنا نسمى عريف، صاحب مخزن الأفكار. صافي سعيد عنده مخزن من الأفكار لا يفنى، المثير للغبار والجدل. أنا لما أرغب في إثارة أي جدل وأي غبار. أي ضيفنا المبجل الأستاذ صافي سعيد اللي رغم كل القدرات الفكرية والخطابية اللي عنده، أنا تحط لي بتية بوم نطلع فوق نخطب لك ساعتين. ما اختاروش الشعب لا هو ولا بقية المترشحين، اختار قيس سعيد إعجابا بشخصه وخاصة بأفكاره ومشروعه. الشعب انتخبه لأنه خارج النسق الاعتيادي لملمن. بيش؟ بأنه ضد الوطن؟ لا بأنه ضد نبيل القروي الفاسد. زعما سي مبروك كرشيد خاطر في التشريعية اختاروا حزب نبيل القروي جاء الثاني في الانتخابات. مش مشكل، المهم ربحنا حاجة في الانتخابات هذيك. في الانتخابات ربحنا رئيس جيد ونظيف ومفكر عاقل وحكيم. ربحنا رئيس. حسسني سي صافي قريب تقول والرئيس القادم بالمستقبل هو قادم العهد زقفون. طبعا بالوقت وبالتجربة عادي يتبدل الموقف وإلا يعدل. المهم كمل هك البرلمان المحنون في الجنون متاعه وفي عركاته اليومية، وكملت الساحة السياسية معارك الكل ضد الكل، عركة دجاج بالطبيعة. يعني زريب الدجاج بلا ديكة، مع إذا لا تنتظروا منها البيض. يتعاركوا ويهرجوا ويعطلوا ويكمبنوا، كانوا مطمئنين. جرب العالم العربي، جربها الديمقراطيات هذه. هالبرلمانات لم تعطي أي نتيجة. يتدخل الجيش يفتك كل شيء. تونس حظوة النخبة التونسية أنه ما عندهاش شكون ينزعها وما عندهاش من تخاف لكي ترتدع بنفسها. يا أخي حدث ما لم يكن في الحسبان، وش صح الذيب في القايلة. يمكن لو كان انقلابي يكون أفضل على الأقل، أكثر وضوح. هو رقصة الذيب في الشمس في القايلة متاع 40 درجة. تطويت صفحة وبدات صفحة ولا بدات مسيرة يقودها ويقودنا فيها الرئيس. إلى أين يقودنا؟ أنا لا أعرف ولا أعتقد أنه هو يعرف. هل في الكابوس اللي كنا عايشين فيه هو كالتشتت؟ أبدا. وفي العرك مطلقا. تعدينا من عرك الدجاج لعرك الكناين. رئيس ما يتعاملش مع الحوم، هو مشى نكاية، يعني عراك كنات. تمشيت المسرح أنا هون نمشي للنهلة. تعدينا لدرجة المستوى أقوى من خطابات التآمر ما كنا نعرفوهم في الغرف المظلمة، توا ولاو في الواتساب. تبحث على صبعين وشكرا. قال فاضل عبد الكافي ديما نسميها 2 بوس et un merci.
بوس عرفت لو بوس شنو هذاك نتاع جيم نتاع جيم يعطيك الصحة. تعدينا ولا كثرنا من خطاب التخوين، مش كان من الحاكم، لا من الجميع، احزاب، شخصيات، وحتى من الاتحاد وامينه العام. اليوم تعتبر خيانة وطن، هاني نقولها، الذي ولا التي ما تهبطش الميدان وتدافع على الخيارات هذه الوطنية. سي نور الدين راهو يقصد ميدان النضال والمقاومة، مالا تو قايت نضال بعد ما وفاه زواج المسمار ولا شو يسموه. حتى المسمار تجي سي صافي، المسمار اخر مسمار اللي دق في نعش التوافق بين الاتحاد والنظام والحكومة، الحكومة اللي ما اقنعتش لفهمي. وفي بالكم برنامج الاصلاحات بالرغم اللي هو برنامج الحقيقة رائع. ولقد عملنا بصياغة مشروع إصلاحات شمولي ويكافئ العمل وخلق الثورة، ويرتكز إصلاح الوظيفة العمومية على رقمنة الإدارة. في الحصيلة والمحصل وفي الخلاصة والملخص البلاد قاعدة تضيع منا، ولا بد للجميع حكام ومعارضة وشعب من الاستفاقة، فلنستفق ونعود إلى الرشد باختيارنا وإرادتنا لا بإكراهات المال والدين. وكي لا أكون من المتشائمين أقول أن الاستفاقة ستحصل أكيد هذه المرة. هذه المرة لا نعلم متى ستكون، لكننا أعتقد أنها أيضا قريبة. شكرا احمد الحباسي. شكرا سيد الحباسي. لكن ثم حاجات ما نعرفش. هو انا لا كنت لا مع الباجي ولا مع الغنوشي. يا وضع يعني تو الباجي ولا الغنوشي ثم واحد جا عطاني مركز ولا عرف. لا ما كنتش معاهم ولكن كنت وانا سمعتك. لا كنت شخص ثقة في عندهم معناتها. كانوا يستشيروا كانوا يوسطوا. يا اخي انا هذه الثقة اللي اتمتع بها. اوكي هاي كنت ولا ما كنتش صافي اخرى عند اتحاد الطلاب عند كذا عند مش برشا ناس معناتها خاصة بين الباجي والغنوشي انه يلقاو رجل الوسيط انه يحملوه الوساطة مش سهلة يا سيدي. انا الباجي والله تعرفت عليه متاخر. اللي مشيت الحزب ولا عرضت عليه لكذا. هو بالعكس انا كنت نحكي عليه كان ينكت ويعجبه احكي. جلسنا مره اثنين يعني ياك مشيت الامور مشى المزاج الكيمياء. مره جت جمعيه كلفتني بانه انا نتصل به مشان جائزة نوبل. راي جائزة نوبل كانت ستعطى للباشي قائد السبسي وللمرزوقي وللغنوشي. والله هذه بداية جائزة نوبل للسلام. ايه هوك الناس يخفوا ما يتكلموش. بعدين انت تقول خلاص فات الفوت مش نتكلم ليش وجع في مخي. انا كي كلفوني نتصل بهم الثلاثه بديت مع الباجي. خذيت ملفي وخذيت الرساله وخذيت كذا ومشيت لعند الباجي. الباجي قال لي انا ما حاجتيش بها. امشي ياخذها المرزوقي ولا ياخذها الغنوش ولا دبر الروس. انا لا انا ما حاجتيش بها هكذا بالتعبير هذا. خلاص انا فهمت. والباجي هذا راهو في 2015 فهمت. والباجي خلاص خذ الرئاسه هذيك هي جائزته الكبرى. والرئاسة يحب يكمل عمره رئيس يخرج إلى بيته ولا إلى المقبرة ولا إلى بيته من القصر الرئاسي. بالضبط. معناتها آخر طموحه هو القصر الرئاسي ولم يعد له طموح أكبر من هذا. هذه راهي النغمة يعيش بها الحاكم من عهد الفراعنة. الخروج من القصر إلى القبر راهي حاجة متعة. لأنك أنت عندما تكون ملك ولا رئيس ولا كذا ثم تركن في زاوية في بيتك مش سهلة. الناس ينتقموا منك. برشا ناس ينتقموا منك. وذاك علاش الحاكم العربي كي يجي ما عادش يسيب لأنه يخاف اليوم هذاك. قال إذا ما كملتش المسار زايد. نقلت صارت الفكرة عرضت على الرباعي الآخر. واضح وشار الرباعي. خلينا نرجعوا للمبادرات اليوم. والله راهو نحكوا أفضل. والله نحكوا الحكي هذايا افضل من المبادرات. علاه ما عندكش مبادره اليوم صافي سعيد في الوضعيه؟ نتصورك من الناس اللي تفكر في مبادره وانت صاحب مبادرات سابقه. انا عندي مبادرات لكن حسيناك انسحبت اليوم. ما انسحبتش. مش انسحبت ولكن ربما تتطلع وتشاهد. ما انسحبتش. باجي قائد السبسي يبقى 20 عام ما حدا يسمع به حي ولا ميت. حي ولا ميت. ثم خرج ولبسوه كسوة الرئيس وصار وكذا ولا كذا. ثم ظرف تظهر فيه. ثم ظرف يجب أن لا تظهر فيه. لأنه من سخريات القدر أنك أنت باش تظل تعاند وتصارع الناس كله في الوقت نفسه وفي الأوقات كلها الساخنة. أنا خويا بالنسبة لي أنا ثم مياه مجمدة
وثم مياه باردة وثم مياه ساخنة وثم مياه مشتعلة. باهي انا ما زلت اخي داخل بشوي بشوي. انا ما نرميش روحي في المياه المشتعله او المياه البارده، تدفى بشوي بشوي. ما تشوشش روحك. انا قناعتي انه قيس سعيد يتآكل من الداخل، بمعنى وهو سيطيح نفسه بنفسه. يا ودي ما قال يطيح نفسه بنفسه؟ يا ودي ما قال كل تجربة مسدودة الآفاق ومحدودة، محدودة ومسدودة. هي ما قالها هو السقوط، لكن احنا يجب أن لا نستعجل، وأيضا يجب أن نكف عن كلمة البديل. امبارح سمعت واحد يحكي قال مشى سياسي لعند الأمريكان، ردوا عليه الأمريكان قال لهم شكون بديلكم؟ عمر ما يطرحوا السؤال هذا الامريكان. هم نفسهم ما يصنعوش البديل، هم يصنعوا اتجاهات دي توندانس ويخلي الشعب حرية الاختيار. وبعدين هو اللي يجيه في المحصله اللي يجيبوا الشبكه هو امريكا قادره ان تستوعبه وتلبسوا اللبسه اللي يلزمها تلبسها اللي تحب عليه. لذلك هذا البحث عن اليوم عن البديل والمبادرات، انت المبادره تقدم فيها لشكون ومن سياخذ بها؟ اليوم المبادره الوحيده هو الدعوه الى الاحتجاج والاعتصام والعصيان. سامحني بالطريقه السلميه تقصد؟ لانه كلمه العصيان تنجم تخلينا في سلمي، ما ثماش عصيان مدني سلمي. في كتب كثيره كتبت على العصيان المدني. ما ينجم يجينا لفت نظر من العكا، يجينا لفت نظر من لا انا على اساس التحرير. يا خويا انتخاباتهم دبروا رؤوسهم. لا ما نحكيو على الانتخابات احنا. انا نحكي على العصيان المدني الذي كتبت فيه كثير كتب اللي هي نوع من المقاومات الإيجابية والمقاومات المدنية اللي تقوم بها الشعوب والأهالي وكذا. أن نحكي على هذا ونحكي على الاعتصام. هذا اعتصامات جربناها. تتوقع أنا ما ندعوش لا خيم مسلحة ولا طبعًا كذا. طبعًا مش هذا اللي ندعو له وما نحبوش وبه التوضيح وما عندناش هالقدرات هذه ولا أريد. والشعب التونسي مش طبيعته. وكل حرب في أي بلد في العالم الثالث وفي أي بلد آخر تدخل فيه القوى الكبرى وتؤبد الحروب وتسلحت ولي مسكلة. اليوم الحرب اللبنانية انتهتش، لا تنتهي. الحرب الكولومبية انتهتش، الحرب الأفغانية انتهتش، الحرب الأوكرانية ما انتهتش لأنه ما زالت ما خذتش دورتها الصحيحة. ولذلك أنا لا أدعو. الحرب الليبية انتهتش، الحرب اليمنية انتهتش، سوريا انتهتش، خرجتش من الحرب. قصدي بوصفك مفكر حتى في الشأن الخليجي ولذلك الثورات اللي تدخل السلاح هي ثورات فاشلة وتحكم على نفسها بالإعدام وعلى شعوبها بالإعدام. طيب صافي، بوصفك معناتها مفكر حتى في الشأن المشرق خاصة، هل نحن على مسار سيناريو لبنان أو لبنان التونس كما يقال؟ لا، بعيد كل البعد. بعيد، لأنه لبنان عنده شيء آخر، عنده خاصيته. لبنان كان وقت اللي كان الدخل الفردي متاع اللبناني 10,000 و15,000 دولار. كان العربي المتوسط من الخليج للمغرب 200 دولار 250 دولار الدخل الفردي بتاعه. انا نحكي توا في الستينات وفي الخمسينات. لبنان شيء اخر، مجتمع صحيح توا انقص وكذا وهاجر وتغيرت التركيبه الديموغرافيه وتغيرت التركيبه السياسيه وتغير المنهاج وتغير الرؤيه، لكن لبنان يبقى دائما في 3 أجيال كي يقعدوا على الطاوله يتغدوا ويتعشوا، في 3 أجيال الجد والابن والحفيد عندهم شهاده جامعيه. واضح. هذا هو الفرق بينهم وبين العرب اولا. هو التعليم متراكم ومن القرن الثامن عشر هو مستمر. واضح. هاي ناخذ كلمه الختام وهذا باختصار نحكوا على لبنان. نظامه الاقتصادي خاص، موقعه الجغرافي خاص، بناء الطائفي خاص. من الأربعينات هو الواحة الوحيدة الديمقراطية بالطريقة هذه. اليوم كبر العالم وتلاطم وتصارع ودخل وكذا، دخل هو في الحروب، في المعمعة والحروب. وطبعا ولكن لبنان أيضا الموقع الجغرافي متاعه يمكن أن يعود وبسرعة لا نتوقعها. واضح. كلمة الختام فيما يخص تونس، ايش تنجم تقول الرأي العام اليوم؟ رديت في الساعة الوقت وفاء. ناوي تترشح مرة أخرى للرئاسة صافي سعيد؟ والله إذا كان في فرص متاحة لما لا. يعني انتخابات 2024 الرئيس يمكن يترشح، فأنا عمر واحد أنا وياه.
2024 ممكن تترشح، واذا كان فما انتخابات سابقه لوانها ممكن تترشح. إذا كان في تكافؤ فرص وفي منهاج ديمقراطي واضح وفي شروط ميسره نجم تغلبوا عليها، راهو ينجم يطلع لك بقانون انتخابي ما يطبق الا عليه هو. واضح. به كلمه الختام للتوانسه. والله شو نقول لك كلمه الختام للتوانسه؟ شو حاب يقول صافي سعيد اليوم للتوانسه؟ انا نقول للتوانسه ما تقلقوش من السياسيين وما تقولوش هذه الديمقراطيه وباء. الديمقراطيه هي الحل، مش لنا احنا لشعوب كثيره. الديمقراطيه الحقيقيه لكن لازمها شويه زمن، لازمها شويه عنايه، لازمها شويه اهتمام، لازمها شويه تضحيه. لا تصدقوا لا كذب، لا يوجد اليوم راكم باش تدخلوا في نظام اقتصادي اخر جديد ما عندكم شكون يدافع عليكم، ولا عندكم حتى شكون يراقب اقتصادياتكم واموالكم وصفقاتكم، وكل شيء راهو اليوم هو في الظلام وتحت ستر الظلام. واضح. شكرا لك صافي سعيد، اليوم فاجأتني بطريقة الحوار هادئ جدا. هذا كيو لكن تغيرت. لا مش تغيرت، غدرني الوقت. باهي الحمد لله. ما خلينا هيك. يا سيدي بذكر الناس اللي تنجموا تشوفوا إعادة للحلقة هذه على جوهرة تي في اليوم بعد نشرة 7 نتاع العشاء، معناتها 7 ودرجين هكاك 7 وربع، تنجموا تعودوا تشوفوا الإعادة للحوار اللي صار بيني وبين صافي سعيد. نستنى من عندكم التعليق على 73 24 3029 100. نتقابلوا غدوة في حلقة جديدة، غدوة حلقة اقتصادية بامتياز مع حسين الدماسي. أجمل تحياتي. احنا عملنا ساعة. هاي والله ريت. إلى اللقاء. سلام. شكرا يا حبيبي، شكرا.